طبعا الفكر العالي جدا والحب العالي جدا. الرئيس حسني مبارك كان يومه 48 ساعة مش 24 ساعة، استطاع فيهم ان هو يضاعف عدد طياري مصر اللي كانوا موجودين بيدافعوا على شبكة مصر العذراء لكي تظل عذراء، وضاعفهم من 100 طيار ل 400 طيار في ايام. سنين كانت ايام بالنسبة لنا، ودخلنا شايلين في ايدنا سلاح وعملنا ضربة جوية ما حصلتش قبل كده من 220 طيارة. عدينا خط الجبهة ودخلنا ضربنا المطارات وضربنا صواريخ الهوك، وضربنا مراكز السيطرة والقيادة، وضربنا محطات الإذاعة واللاسلكي بتاعتهم، وأربكنا العدو في 6 ساعات زي ما قال الرئيس أنور السادات، مش في 6 أيام زي ما ضربونا العلقة اللي هم كانوا فاكرين إن دي نهاية الحروب وإن مصر جثة هامدة ولن تقوم لها قائمة. لكن المصريين هم، وإحنا ولاد الفراعنة وولاد الهرم ومصريين حتى النخاع، ومختومين على قلبنا وصدرنا بخاتم النسر مش على قفانا. المهم اللي أنا كنت مكلف بيها اللي هي الحماية المباشرة والحراسة المباشرة لمقاتلاتنا القذفة اللي شايلة القنابل والصواريخ اللي رايحة تدك بيها مطارات وحصون ومراكز قيادة العدو وصواريخه. فأنا كنت مهمتي الأساسية إن أنا أمشي جنب الطيارة وأحرسها حراسة لصيقة وحراسة مباشرة، وأوصلها لأنها للهدف بتاعها وتضرب وتدك ونرجعها بالسلامة. فأنا كنت ماشي جنبيهم زي الأسد اللي بيحرس الأشباله اللي هم رايحين كل مهمتهم إن احنا ندك العدو، ومش مهم إن احنا نرجع. كنت شغلتنا ان احنا اي طيارات فانتوم او سكاي هوك او ميراج جايه تهاجم الطيارات اللي هي رايحه تصب غضبها وغضب 6 سنين ورايحه تاخد بطارها، ان احنا نحميها ونوصلها ونرجعها بالسلامه. ما قدروش يحققوا علينا اي نصر ولا اي شيء زي ما حققوه في 67، ولا طياره مصريه اتضربت على الارض ولا مطار خرج بره العمل، ورجعوا خيبانين بعد ما طلعنا لهم ولقونا مستنيينهم زي الاسود والنمور فوق المطارات، ورموا قنابلهم في الصحراء ورموا صواريخهم ورجعوا مذعورين وعرفوا هم قدام مين المصريين اهم. اشتركت في جميع طلعات حرب اكتوبر ب 52 طلعة طيران بمعدل من 3 إلى 4 طلعات في اليوم، في 17 يوم قتال من يوم 6 ليوم 24. وكان ليا الشرف زي ما اشتركت في الافتتاحية اللي قدرها وصممها ونفذها الرئيس حسني مبارك، ان انا اشترك في الفاينل وفي اخر مباراة وفي اخر معركة يوم 24 اكتوبر سنة 73. كان ايقاف اطلاق النار يوم 22، وفضلت اسرائيل كعادتها تراوغ وتضغط على السويس علشان يخشوا يحتلوا السويس، وبيضغطوا على الجيش الثالث باعداد غبية من الطائرات. كنا بنطلع ومنعنا ان القوات بتاعتهم تتقدم في اتجاه السويس، ولم تحتل السويس، وصار عيد قومي للسويس يوم 24 اكتوبر. يعني سنة 70 أتذكر أن قائد كتيبة أقسم بالله العظيم أننا سنحارب، فغرس في نفوسنا أن احنا سنحارب مش كلام. يعني هو ما كانش يعرف ان احنا هنحارب سنة 70. سنة 70. اتفضل يا فندم. فغرس فينا هذا المفهوم، وبناء عليه كان التدريب قائم على مفهوم إعداد فعلي للحرب. اتدربنا بعنف في أرض مشابهة لأرض المعركة، واتدربنا في كل الأحوال الجوية، في البرد وفي الحر وبالليل وبالنهار وفي تحت مختلف الظروف. وكان التدريب قاسي جدا وعنيف جدا، لدرجة ان كان بالنسبة لنا في الحرب عملية لا تقاس بمدى المعاناة اللي احنا عانيناها في ايام التدريب. يوم 6 اكتوبر طبعا انا كانت وحدتي كانت في الغرب، وطبعا كان المفروض احنا كنا هنشترك في التطوير، لكن بعد كده بعد التطورات اللي كانت حصلت انا القتال الفعلي ليا كان في الثغرة. كان في الثغرة. انت قلت في تطوير الموقف الحالي على مسرح العمليات. هو طبعا الخطة كان فيها ان نعبر ونقتحم وندمر خط بارليف وننزل اكبر خسائر ممكنة بالعدو، ونستولي على شريحة من الارض باعماق مختلفة 3 6 8 15 كيلو، وبوقفة تعبوية او بدونها كان هيتم التطوير في العمق. كل ابناء مصر احنا سلمناكم تراب مصر، مفيش ذرة رمل محتلة فيه. ده جيل اكتوبر، والعلم الاسرائيلي خطين زرق،
الخط الازرق النيل والفرات وما بينهم مملكه داوود. ما تغيرش الخط الازرق اللي تحت، ما نقلوهوش. فانا عايز اقول لشبابنا النهارده اذا ضعفتوا هيجولكم، وعشان ما تضعفوش لازم يبقى لينا التكنولوجيا الخاصه بينا، الخاصه بمصر، نابعه من عندنا. لن يكون قرارك نابعا من راسك الا اذا اكلت من ضربه فاسك. دخل الرئيس انور السادات قعد في النص، وعلى يمينه المشير احمد اسماعيل، وعلى شماله الفريق سعد الشاذلي كان رئيس اركان حرب، وانا كنت على يمين الوزير احمد اسماعيل بجنب الترابيزه، اللي هي الترابيزه كميتها جنب تليفونات بقى وبتاع وشغالين بلاغات كلها اللي هتيجي الوزير بتلقاها جنبه. وكان في الجنب الثاني كان الوزير عبد الفتاح عبد الله، كان وزير شؤون رئاسه الجمهوريه، كان جاي مع الرئيس انور السادات. وقعد الرئيس انور السادات وبمنتهى البساطه راح مطلع البايب وابتدى يملى المخام وابتدى بيدخل وينبص. قال ايه يا اولاد؟ وبعت يطلب الشاي الاخضر بتاعنا. وبعدين قال يا اولاد محدش عاوز شاي؟ يعني المركز كله ساكت، الغرفه الرئيسيه كلموا الغرفه الرئيسيه بس دلوقتي. فقام قال يا اولاد احنا داخلين في حرب وانتوا يعني مش حرام انكم انتوا تفطروا، فاللي عاوز يفطر يفطر ما فيهاش حاجه. هو بيدينا مثل انه ممكن تفطر. طبعا يعني احنا ما فطرناش الحقيقه، يعني محدش يقدر يفطر يعني بصراحه ربنا كده، انما هو بيخفف عننا الشده اللي موجوده. كلنا قاعدين بقى باصين للساعه، قاعدين على الساعه 2 اللي هيحصل فيها ايه. وقدام الترابيزه الرئيسيه دي في اللوحه بتاعت القوات الجويه. القوات الجويه بيبقى فيها وراها ضباط من القوات الجويه وصف من القوات الجويه، وبيعلموا محطوط بقى نقط على الخريطه دي كلها، خريطه الجمهوريه موجوده وجميع المطارات مرسومه عليها، وبيبتدي بياخد البلاغات من المركز الرئيسي للقوات الجويه بالطلعات. المنصوره طلع، القاهره طلع، شرق القاهره طلع، المنيا طلع، مش عارف ايه طلع، تبتدي طلع دي تبص لها بيحطوا نقط من الطلعه من المطار، نقط تطلع كده الضربات تمت. طب ايه النتيجه؟ ده بقى اللي احنا عارفينه. في وسط هذا الكلام ضرب التليفون، فانا الحقيقه رحت شاد السماعه، فكان اللواء طيار محمد حسني مبارك يبلغ يقول مبروك الضربه نجحت. فالمشير بيقول لي، قلت له ده طارق احمد اسماعيل، راح خاطف السماعه، ده اللي هو حسني مبارك، فراح خاطف السماعه على طول. ايوه حسني خد منه البلاغ وراح حاطط معاه وراح متدور وراح واقف وراح معظم. الرئيس انور السادات قال له تمام يا فندم، الضربه الجويه، شوف بقى هنا بقى العسكريه بقى، الضربه الجويه تمت 220 طياره، جميع الاهداف بتاعت الضربه دمرت، وخسائرنا حوالي 10 طيارات. فالرئيس قال مبروك يا اولاد، ده العدو فقد توازنه دلوقتي، لان احنا كنا بنضرب مراكز الرئاسه بتاعته ضمن الضربات بتاعت المطارات ولا كده، مراكز الرئاسه والسيطره بتاعته كلها تتضرب في اول ضربه. وبعدين احمد اسماعيل راح موطي على الرئيس انور السادات، قعد وقال له كده، قال له يعني بس لازم ابلغ سيادتك عاطف السادات استشهد. انور السادات لم يرد، ساكت، وقال كلهم ولادي كلهم شهداء، مبروك يا اولاد. وابتدى الحرب.
كل رجال القوات المسلحة بدءا من الإنسان اللي بيمد الناس بالجراية اللي هو العيش والأكل والإمداد والوقود، كل الناس لها دور مقدس. وإحنا بحكم طبيعة عملنا كرجال الصاعقة خلف الخطوط، ده قدرنا إن إحنا نعمل خلف خطوط العدو، وإحنا عارفين قدر الحياة كويس قوي. بيعلموها لنا في الصاعقة أول ما بنخش جداد إن الحياة عبارة عن متر أرض وشوية تراب. أمي الحاجة فايقة الله يرحمها من بلد اسمها 100 غمر، كنت كل ما انزل اجازه الاقيها عينالي كده في الدره في الثلاجه، ورك فرخه مش عارف كبده وقوانص احبها، حاجه من كل اكل ياكلوها وانا مش موجود. جيت في مره وكنا في بدايه حرب الاستنزاف وبالتحديد في مارس 68، دخلت وهي كانت قصيره كده، خدتها بالحضن واحضنها، لقيتها بتبعدني تقول لي البطن اللي جاتك خالد بأن ما أخذ بالقوة لا يمكن استرداده بغيره. كنا بنتسابق عشان الشهادة، الضباط كانت بتتخانق مع بعض مين يعدي. طبعا حرب الاستنزاف اطلع بيها معظمها رجال الصاعقة، وبعض وحدات المشاة شاركت بعد كده عشان كنوع من التطعيم للمعركة المقبلة. احنا كنا بنحط نيشان كده اخضر والقناة واصفر اللي هو العبور من عندنا لسينا، ونحط جواه رقم 6 7 8 اللي هو عدد عمليات العبور، ونتباهى بيه. شهيد رفعت عبد الوهاب عامر نصار ده كان نقيب، ومن تلامذتي في الصاعقة انا اديته الفرقة، ومن الولاد اللي كنت اكن لهم معزة خاصة من اعتداده بنفسه وبكرامته وشهامته. رجل الله يرحمه ويحسن اليه بمعنى الكلمة، من اعز واغلى الرجال في مصر. الراجل ده عشان برضو قبل ما اخش حضرتك في تفاصيل الكمين وكده، هو نزل بسريته بالهليكوبتر على مضيق بير ابو جراد على بعد 70 كيلو متر خلف خطوط العدو عشان يغلق هذا المضيق في وجه اللي هو المدرع الاسرائيلي، لان اليهود مش قادرين يدفعوا دباباتهم من ممر الجدي او ممر متلة، لان ده في مواجهة مدفعياتنا وصواريخنا، ففكروا انهم يلتفوا وييجوا من عند رأس صدر او زي ما البدو بيسموها راس صدر، ويضربوا الجيش الثالث من الجنب قبل عبور دباباتنا ومدفعياتنا. فكانت العملية مسألة حياة او موت. الجبل نزل على الناس، على الشهيد رفعت وقواته وعلى العدو، واغلق المضيق حتى نهاية العمليات. خسائرنا كانت كتير، انما الصهاينة اسألوهم خسروا قد ايه. يسأل عنها الجيش الاسرائيلي الذي لا يقهر الا من مصر.